السلام عليكم، انا اسراء. عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عباره عن ريفيو عن المقشر ده من ايفا بي وايت. المقشر ده المفروض ان هو بيفتح لتفتيح تفتيح البشره يعني، والبقع الغامقه في البشره. المقشر ده من احلى المقشرات اللي انا استخدمتها في الفتره الاخيره. جودته حلوه جدا. هو من مكوناته الترمس والعرقسوس وبذور المشمش. ليه المكونات دي؟ الترمس بيرطب البشرة، والعرقسوس معروف انه بيفتح الجلد وبيشيل التصبغات وبيوحد لون البشرة لو انت استمريتي عليه. وبذور المشمش انها بتشيل الخلايا يعني خلايا الجلد الميتة عشان تسمح بتجديد خلايا البشرة، وبتساعد على التفتيح كمان. المقشر ده حلو جدا. هتحسي بفرق مع اول استخدام. انا اول استخدام بشرتي كانت ناعمة جدا بصراحة يعني، انا بنصح بيه اي حد. هو ينفع لكل انواع البشرة مع اختلاف عدد المرات يعني لو انت بشرتك حساسة او جافة مرة في الاسبوع كويس جدا، لكن لو بشرتك عادية او مختلطة ممكن مرتين او 3. لكن لو بشرتك دهنية يستحسن ان هو كل يوم. هو مكتوب في طريقة الاستخدام ان انت تستخدميه مرتين بس في الاسبوع، بس بصراحة انا بستخدمه كل يوم، يعني مرة يعني الصبح يا بالليل حسب ما بحس بشرتي محتاجة تقشير ولا لا. عايزه اقول حاجه ان هو مش بيأذي البشره خالص ولا بينشفها، بالعكس تماما. حبيبات المشمش دي كبيره شويه، بس مش بتخدش البشره. وزي ما قلت لكم يعني كل واحد على نوع، حسب نوع بشرتها يعني. البنات اللي بشرتها دهنيه وفيها تصبغات وعايزه تفتيح في نفس الوقت يعني ممكن تستخدمه كل يوم، وان شاء الله هتشوف نتيجه حلوه جدا لو استمريتي عليه. انا سعره، وده كان سعره حوالي 20 جنيه، فده بعد الزياده، سعر مناسب جدا. وهو طبعا احلى حاجه ان هو يعني مصري، فايفا دي يعني ماركه مصريه، فحاجه حلوه يعني انت تلاقي منتج مصري ويكون كويس. ده فايفا المقشر ده حلو جدا. انا طريقتي في استخدامه ببل وشي بميه دافيه او سخنه شويه يعني بسيطه، وبحطه على وشي واعمل سكراب يعني حركات مثلا دائريه على الوجه. بركز على المناطق الدهنيه اللي هي منطقه المناخير يعني منطقة التي زون عندي برضو بتكون مدهنة شوية، والمناطق اللي فيها تصبغات بسيبه على وشي كده حوالي 2-3 عبال ما اغسل وشي. عبال ما اغسل سناني. وبعد كده بغسل وشي عشان اسمح ان هو يترطب يعني من الترمس وبشرتي تستفيد يعني من المكونات بتاعته اللي هي العرقسوس اللي بيفتح، والترمس اللي هو بيرطب البشرة. بس هو ده كان فيديو بسيط جدا على المقشر ده، انا حبيته جدا. انا مش جايباه، ما جبتهوش جديد قوي يعني، اعتقد من اسبوعين، فعجبني جدا وعشان كده حبيت اعمل عليه ريفيو خاص. فانتوا جربوه، قولولي تحت في التعليقات اذا كان يعني لو انتوا جربتوه كان حلو ولا لا، عشان كلنا نتشارك يعني تجربتنا معاه. انا بصراحة حاساه حلو جدا ومن احلى المقشرات وسعر رخيص جدا. اقارنه بهيمالايا اللي انا كنت بستخدمه قبل كده، لا ده احسن وكمان يعني ارخص يعني. ده تقريبا انا نسيت اقول ان هو 100 ملي وب20 جنيه، لكن اللي هو هيمالايا حوالي 150 بس ب40 جنيه. فاحسبوها انتوا. انا حاسه بتاع ايفا بي وايت احسن يعني. وبس هو ده كان فيديو النهارده. اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا اعجاب واشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد، واكتبوا لي تحت في التعليقات اذا كان في فيديو عايزيني اعمله وانا هحاول اعمله ان شاء الله. انا اسراء، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.